عجبك الفستان اللون الاخضر؟ اللون الاخضر عجبتني، جزمه اكتر اعتقد، بس يمكن عشان مش دايما بحب البس الالوان قوي في حياتي عامه، بس النضاره عجباني جدا. لا وجوه في نضاره فظيعه كمان شوي، بس طبعا دي عايزه مسرح دي تاخديها الميار. في اهو عقده اهو، يعني لو عايزه تاخدي الميار بيوتيفل، والشنطه برضو الجولد طبعا. كمل بقى معانا علشان ده جزء من رحلتنا، ان الناس تشوف برضو معانا ويتابعوا معانا خطوط الموضة زي احنا ما بنحب الموضة. اكيد انتوا قاعدين بتتفرجوا وعايزين نفسكم تبقوا معانا على الكروازات، واحنا بنعمل ده ان احنا بنحسسكم ان انتوا معانا لحظة بلحظة، وماشيين معانا وبتعملوا شوبينج معانا وبتحضروا الافلام معانا وبتشوفوا الريد كاربت معانا. يعني عايزين الناس تبقى معانا في الحدث. اكيد طبعا ده مهم جدا. اعتقد ان دلوقتي المنظر حلو بقى. تعالي نقف هنا جنب العيون دي عشان ايه برضو ممكن نكمل كلامنا بقى هنا. ايه رأيك يا امين؟ المنظر حلو ورانا هنا، والورود الجميلة دي جميلة جميلة. فبقول ان احنا دلوقتي وصلنا الوقت ان لازم نوصل المجتمع بتاعنا انه يشوف العالم، يشوف من لازم نستغل الاعلام كده ان هو يشوف، نفتح ثقافتنا اكتر من كده ونوسعها. ف بتقري يا مي، بتثقفي نفسك، عايزه ايه من بكره؟ يعني طموحاتك ايه؟ اكيد بقرا لان ده مهم جدا. من طموحاتي ان الناس كلها تقرا، وان الناس ما يبقاش في اي نسبه جهل او عدم معرفه في المجتمع خالص. نفسي الناس كلها تبقى مثقفه وتقرا ويعرفوا عن بلدهم ويعرفوا عن تاريخهم ويعرفوا عن الانسانيات ويعرفوا عن حقوقهم ويعرفوا عن كل حاجه، لان المعرفه دي حاجه مهمه وكبيره جدا. يعني عايزة تبقي نجمة وليكي أعمال باسمك، ولا عايزة تبقي بتعملي حاجات كتير ومتواجدة في كل الحاجات وممثلة؟ لا، أنا عايزة أعمل فن يحترم حتى لو مش كتير، بس عايزة أعمل حاجات تدي رسالة للناس، تلهمهم في حياتهم، تحسسهم بإحساس، تسعى إن هي توري لهم منظور جديد في 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 في, في تفكيرهم. نعمل فن الناس تستفيد منه. أنا عارفة كل الناس بتقول كده، بس أعتقد إن إحنا دلوقتي في فترة إحنا فعلا ابتدينا ناخد خطوة في ده، وفعلا ابتدينا نعمل كده. فأنا عايزة أعمل ده، ونفسي أنا عارفة إن هو حتى لو أمل بسيط جدا، بس أنا بعتقد إن الفن ممكن يغير العالم ويغير تفكير الناس كلها في العالم. فأتمنى إن ده فعلا يحصل ويغير تفكير الناس لأحسن. مين اللي بيختار لك أدوارك، ماما ولا بابا ولا أنت؟ لا يعني أكيد أنا يعني طبعا أكيد ماما بتقعد تقرا معايا وبنتناقش يعني إيه الكويس في الدور وإيه الوحش فيه، او السلبيات اللي فيه، وبنقرر على هذا الاساس هل الدور ليه هدف ولا لا. قبل ما نيجي على طول كنت معاكي في حفل التخرج بتاعك من المدرسة، والنهاردة حفل تخرج آخر لدنيا السينما ودنيا الفن، أيهما أسعد لقلبك؟ صعب قوي أقرر، بس لأن أنا بالنسبة لي التعليم والفن متساويين في أهميتهم بالنسبة لي. فده اللي فرحته وده اللي فرحته، لان انا نجحت، انا تعبت ونجحت هنا، والحمد لله برضو تعبت في الفيلم ده ونجحت هنا، واتمنى ان انا افضل ناجحه في الاثنين على طول. ناويه تدرسي ايه بقى؟ باذن الله ناويه ادرس علم نفس كتخصص وماينر فيلم. مش هتدخلي المعهد؟ لا ما اعتقدش، لان مش من اهتماماتي ان انا يعني أنا الحمد لله لحد دلوقتي عندي نوعا ما خبره في المجال، وانا كده هبقى بدرس الفيلم برضو، واقدر عندي فرصه كبيره ان انا ادرسه في المستقبل. بس انا شخصيا كمي انا بحب علم النفس جدا كتعليم، ودي حاجه مش عايزه اتخلى عنها، لاني زي ما قلت لحضرتك ان التعليم بالنسبه لي متوازي مع الفن بالظبط. أنا سعيدة بأفكارك، وإن شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه، ويكون كان وش السعادة عليكي، وحافظي على المستوى اللي بدأتي منه سواء في التلفزيون أو في السينما. أنا عارفة أنت بتحضري لرمضان مسلسل مع عمرو يوسف، مسلسل جراند اوتيل، إخراج محمد شاكر خضير. عاملة دور حلو؟ الحمد لله عاملة دور بنت اسمها فاطمة لطيفة كده وهي هبه منها شويه بس لا اعتقد ان دورها حلو جدا، والناس باذن الله هيعجبهم ان شاء الله. حافظي على الادوار الحلوه
حاولي ان انت تعملي نجوميه جميله ليكي وما تتهاونيش في الاختيار ان شاء الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله. ما زلنا معكم في كان، ما زلنا على الكروازيت، ما زلنا في مهرجان كان، وبعد عرض فيلم اشتباك هنكون معاكم بشكل آخر ومشاركة مصرية أخرى مع المصمم العالمي المصري هاني البحيري، وأول عرض أزياء مصري على هامش مهرجان كان. هنكون مع الموضة مع الأزياء، ودايما ريد كاربت مهرجان كان بيخطف الأضواء للأزياء وأحدث خطوط الموضة. تابعونا مع هاني البحيري من كان. بالنسبة لي ده النهاردة احنا عندنا حدث، يعني اليوم أول مرة هاني البحيري في مهرجان كان السينمائي العالمي، ويمكن عملت عروض أزياء كتير في باريس في ضمن اورينتال فاشن ويك وضمن باريس فاشن ويك، لكن المرة دي مختلف طبعا ان احنا ضمن مهرجان كان وفي كارلتون هوتيل، والحاجة يعني الحضور رهيب. وطبعا عايز اشكرك طبعا جدا يا بوشي، ميرسي جدا لحضورك معانا، وميرسي ان انت يعني